الشهيد حسين محمد المولود ولد في بغداد عام 1946. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ليدخل كلية الآداب جامعة بغداد، وبعد تخرجه عمل مدرساً. اعتقل الشهيد من قبل المنظمات القمعية للنظام البائد عام 1980، وتم نقله من سجن معسكر الرشيد إلى مديرية الأمن العامة في بغداد، ثم نقل إلى سجن أبو غريب، وتعرض الشهيد للتعذيب النفسي والجسدي، وأعدم عام 1983 ضمن شهداء سجن أبو غريب.